السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا الفيديو ديال اليوم فيديو جديد. الرشيمات ديال هكا يعني اللي كنحتاجوهم هكا في الجلبات ديال رمضان اولا العيد. يعني راه دابا رمضان ان شاء الله ما بقى له والو، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والعافيه، والله يحقق لكم كاع داكشي اللي كتمناو. المهم هاد الرشيمات هادو يعني اكيد تنحتاجوهم في الجلبات ديالنا ديال العيد، راه ما بقى له دابا والو. هاد الرشيمات هادو هما اللي كنحتاجوهم. كاين اللي كيبغي يديرهم هكايا بالتنبات، يعني يديرهم بالعقيق وداكشي، وكاين اللي كيبغي يخدمهم مثلا بالرباطي. وراني تشاركت معكم بزاف ديال الشكيلات، ومازال غندير معكم بزاف ديال الدروس وبزاف د الرشيمات. الا عجبتكم حتى شي رشيمه من هاد الرشيمات اللي درت لكم دابا، خليوها لي اولا قولوها لي اولا صيفطوها لي كاع في الانستغرام ولا شي حاجه. المهم تواصلوا زعما معايا وقولوها لي وانا غنتشاركها معكم. قولوا لي واش بغيتوا شي حاجه نتاع الدراري الصغار. المهم عطيوني ارائكم وقولوا لي شنو بغيتوا. كيف ما قلت لكم راه ما بقى والو ان شاء الله العيد، وحنايا يعني معروف علينا هكايا ديما كنفرحوا بالعيد وكنديروا حويجات جدادين، كنديروا جليلبات جداد. اكيد نبغيو نديروا مثلا فيهم شي حاجه هكايا بالرباطي، ولا نسوقوهم، ولا نديروا رشيمات كما قلت لكم، لان كاين اللي كيبغي يدير تنبات ولا كاين اللي كيبغي يدير رباطي. المهم كل واحد وشنو كيبغي. داكشي علاش قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد الرشيمات هادو. ومن بعد الا عجبتكم الفكره، عندي واحد الفكره اني مثلا كل رشيمه من الرشيمات اللي درتهم انا يعني وطبقتهم، ندير لكم هكا الرشمه والتطبيق ديالها باش هكايا، باش يعني لحقاش كاين دابا شي بنات اللي مثلا ملي كيشوفوا الرشمه ما كيعرفوش شنو يديروا فيها. يعني تيخصهم تكون مثلا يشوفوها بعينيهم، يشوفوا الشكيلات اللي فيها باش عاد ديك الساعه يقدروا يديروها. يعني ما كيعرفوش يعني يتخيلوا هكا ولا شي حاجه، خصوصا البنات المبتدئات. يعني راه حنا كنا دزنا من ديك المرحله وعارفين بان ملي كنقبطوا هكا الرشمه كتكون اول مره ما كنعرفوش يعني نرسموها او لا، يعني شنو نتخيلوا شنو غادي يكون فيها. يعني كنا دزنا من هذه المرحله. شنو رايكم ندير لكم فيديو بحال هكا يكون الاشاره عاوتاني؟ راه درت معكم يعني التطبيق ديال كيفاش نرشموا يعني الرشمه هكايا في الثوب، ويعني باش طلع لنا يعني باتقان وما تزعزع لنا ما والو، ويجي داكشي مقاد ومضبوط. انا كنهضر مع البنات المبتدئات بطبيعه الحال. ويعني هاد القناه يعني كيف ما كتعرفوا يعني راها يعني لكل شيء. يعني هاد البنت اللي ما عمرها ما قبطت ليبره، ما عمرها ما خدمات ما والو، ان شاء الله غادي تعرف تخدم وغادي دير كاع داكشي اللي باغا دير. وكما كنقول لكم حتى شي حوايج الا مثلا نتوما باغيينهم انا ما واخداش يعني ما ردالهمش البال اولا يعني ناسياهم ولا شي حاجه، قولوهم لي، قولوا لي شنو بغينا نخدموا، شنو الحوايج اللي عاجبيننا، وانا اكيد غادي نديرهم لكم. المهم البنات هاد الرشيمات هادو كما قلت لكم راهم ممكن نديروا بهم الرباطي، ممكن نديروا بهم العقيق، ممكن نديروا بهم اي حاجه. وكما كنقول لكم راه اي رشمه راه كل واحد كيبغي يخدمها. مثلا انا ممكن شي رشمه نخدمها بطريقه، يجي واحد اخر اولا شي بنت واحده اخرى ولا شي حاجه وتخدمها بطريقه مغايره تماما. المهم انا ملي كنتشارك معكم كنبغي نوريكم هي الافكار هكا، يعني كنعطيكم افكار، واكيد اللمسات الاخيره ديالكم والابداع راه حتى هو كاين من عندكم، وكل واحد كيدير اللي بغا. وراه حتى واحد الرشيمات يعني تشاركتهم معكم، يعني رجعوا للفيديو. المهم دابا نخليه لكم في اخر الفيديو في شاشه النهايه. راه كنت خدمتها قبل، وهذه اللي تشاركت معكم انا كنخدمها. راه كاين شي حوايج اللي بدلتهم فيهم يعني باش نوريكم بان مثلا ماشي كلشي اللي شفناه راه كنديرو كيف ما هو، راه ممكن نزيدو ممكن نقصو. اللي ما شافش داك الفيديو وبغى يشوفو انا غادي نخليه لكم. شوفوا راه تا هو زوين، يعني راني وريت لكم الاساسيات وكنخدم معكم يعني بطريقه اللي سهله. كنظن بان اي وحده غادي تفهم بداك الشرح هذاك. وحتى الا ما فهمتش ولا شي حاجه خليو لي في التعليقات اسفل الفيديو، وقولوا لي مثلا انا راه ما فهمتش هذه القضيه ولا زربت في هذه ولا ما عرفتش لهذه ولا كيفاش نديروا لهذه، وانا اكيد غادي نتشارك معكم. المهم البنات كيف ما قلت لكم هاد الرشيمات هادو كيصلحوا للقفيطنات وكيصلحوا للجليلبات. القفيطنات علاش؟ لان نهار العيد يعني حنايا كنبغيو نكونوا هكايا في صباح العيد ملي كيجيو عندنا الناس وديك الشيء، يعني كنبغيو نكونوا هكا لابسين شي قفيطنات خفيفين، ولا يكون شي حاجه هكا براندا خفيفه. وراه يعني في القناه كاين بزاف ديال الموديلات بالراندا، وكاين شحال من حاجه هكا خفيفه مع بحال حتى هاد الزواقه هادي في قفطان تجي الصراحه زوينه. يعني راه كيف ما قلت لكم هنايا تشاركت معكم يعني بزاف ديال الرشيمات اللي منهم الشلابه، منهم القفطان، منهم حتى البنيتات الصغار. علاش لا؟ حتى البنات الصغيورين يعني كنبغيو نفرحوا بهم في هذا النهار هذا. يعني نهار ديال العيد اولا نهار ديال 26 و27 كنبغيو نديروا لهم جليلبات زوينين وجديدين وجدادين باش يفرحوا بهم. يعني المهم أنا تشاركت معاكم يعني كاع هاد الرشيمات هادو، لأن الصراحة رمضان ما بقى له والو إن شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وبطولة العمر وبتحقيق كاع ديك الأحلام اللي باغيينهم. يعني وكيف ما كنعرفوا إن حنا في العيد يعني كل وحدة فينا كتبغي هكا تلبس شي لباس جديدة، كتبغي تفرح براسها. داكشي علاش قلت نتشارك معاكم هاد الرشيمات هادو. اللي بغات هكا مثلا دير جلابة برشيمات يعني ترشمها هكايا بشي رشمة تلقاهم هكايا موجودين.
لان باقي الوقت، يعني اللي بغات مثلا تخدم الراس راه مازال الوقت تفصل جليليبه ودير هاد الرشيمات هادو. راني تشاركت معاكم الخدمه، وخصوصا الخدمه ديال الرباطي يعني سهله، باقي ديك العقده الفرنسيه ولا شي حاجه راه هو حتى هي سهله، ولكن كاين اللي تجي صعيبه ولا شي حاجه. المهم راه حتى حاجه ما صعيبه، راه كيف ما كنقول لكم البنات، شتي غير تكلوا على الله وقولوا بسم الله وبداو جربوا. ما تبقاوش مثلا تشوفوا تقولوا لا هذه صعيبه انا ما نقدر لهاش، لا مثلا الفصله صعيبه ما نقدر لهاش. راه حتى حاجه ما صعيبه، كلشي ساهلين. نحطوا الحاجه يعني نديروا النيه ان حنا باغيين نخدموها، اكيد غنخدموها وغادي تجينا سهله. كيف ما كتعرفوا في القناه راني درت معكم الفصله ديال القفطان، درت معكم الفصله ديال الجلابه، درت معكم الدروس ديال الدروس يعني كيفاش نديروهم مثلا. الدروس الاولى درت معكم التطبيق ديالهم، يعني درت معكم كلشي اللي غادي تحتاجوه. راه كاين حتى واحد الكتاب يعني تشاركتو معكم، الكتاب ديال اللي قريت فيه انا، يعني باش تشوفوا الحوايج اللي قريناهم، ولا عجبكم مثلا شي درس ولا شي حاجه خليوه لي وانا غادي نخدموا معكم. حتى مثلا كاع الا عندكم شي فكره ولا بغيتوا مثلا شي درس مثلا بغيتوا نتشارك معكم ديال البنات الصغار، جلابه ديال بنيته صغيره او قفيطين ديال بنيته صغيره، قولوا لي هي السن اللي بغيتو باش ندير لكم القياسات نتاع داك السن هذاك. اولا لا بغيتو حتى العصري ديروه لي وانا خليوه لي وانا نخدموا معكم العصري. مازال بقى ما تشاركت معكم حتى درس من دروس العصري. الا بغيتوا العصري سواء للدراري الصغار او للكبار خليوه لي في التعليقات اسفل الفيديو، وانا اكيد غادي نتشاركوا معكم. المهم اللي بغيت نقول لكم من هذا الفيديو هذا البنات، هو اي موضوع بغيتوه كيف ما كان، سواء عنده علاقه يعني بالخياطه، سواء عنده علاقه خارج الخياطه، المهم اي موضوع بغيتوه ويعني بغيتو نتشارك معكم، بغيتو مثلا نديروا لكم في القناه خليوه لي وانا غادي نصايبوا معكم. كما قلت لكم تشاركت معكم البلدي درناهم كدروس ودرناهم كتطبيق. العصري مازال ما درنا حتى درس للدراري الصغار لا الكبار لا والو. بغيتو حتى البيجامات وديكشي راه هما كاينين شي موديلات زوينين، تشاركوا يعني معايا كيف ما خليوا لي في التعليقات اسفل الفيديو، انا غادي نتشارك معكم اي حاجه نتوما بغيتوها. المهم انا كنقول يمكن دابا واش نكمل معكم في البلدي السلسله اللي بديناها، يعني الدروس والتطبيق ديالها، ولا نقلبوا عاوتاني شويه نديروا العصرين نديروا هكا البنيتات الصغار هكا شي كسيوات، ولا المهم ولا سراول هكا نتاع الكبار، ولا اللي بغيتو ديال الدراري الصغار العصري اللي يعجبكم، بغيتو نتاع الدراري الصغار بغيتو نتاع الكبار اللي يعجبكم. يعني ها نتوما وجدوا الثوب اولا كاع بلا ما توجدوا الثوب، حتى تشوفوا مثلا الموديل اللي نخدمو باش تشوفوا القياسات اللي ناخذهم، يقولوا لي يعني باش نعرف شنو بغيتو، واش بغيتو نكملوا في هادشي ديال البلدي ولا بغيتو نكملوا يعني نبداو في ديكشي ديال العصري عاوتاني، بما ان الصيف جاي يعني كتبغيو هكا كسيوات ونديروهم حتى هما اكيد غادي نطبقوا فيهم. اي حاجه كنديروها راه كنديروا التطبيق ديالها، يعني ماشي كنديروا غير هكايا ديكشي الدروس ونكتبوهم ونخليوهم، لا اكيد تنديروا الدروس وكنديروا التطبيق ديالها. وكيف ما قلت لكم البنات شوفوا الفصاله اهم حاجه فيها هي انكم تزعموا خذوا تويبات يكونوا رخاصين. راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو يعني الأتواب ديالي اللي كنت خديتها من كازا، وكنت وريت لكم الأتواب اللي كاينين تما رخاصين. شوفوا الفيديو يعني وشوفوا منين خديته، وشوفوا راني تشاركت معكم، وشوفوا اللوينات ديالهم كيف دايرين. هادو كيجيو لشي كسيوات زوينين، دابا نتشاركهم معكم نفصلهم معكم وتشوفوهم كيفاش غادي يطلعوا. لان الثوب بعد الخطره تنحقروه تنقولوا مثلا هاد الثوب هذا ما زوينش، وفاش تيتفصل عاد تيبان. يعني راه الفصاله هي اللي كتلعب واحد الدور كبير، يعني الثوب تقدري تحقريه ولكن يطلع زوين. وكما قلت لكم بالنسبه لي انا باغا نتعلم، ما كيهمش ناخذ الثوب يعني يكون رخيص شويه باش حتى الا غلطت ماشي مشكل. لان شوفوا البنات شتي الا ما زعمتوش وما خدمتوش راه ما عمركم ما غادي تتعلموا، ديما تبقاو تخافوا من الفصاله، وانا ما بغيتكمش تخافوا من الفصاله. لان الفصاله واحد الحاجه اللي سهله، خصها غير الزعامه، والواحد قبل ما يبدا يقول بسم الله ويشوف مزيان الدروس. انا شارحه لكم مزيان بالتفصيل، وحتى الا ما فهمتوش شي حاجه ولا بغيتوني مثلا تكونوا نتوما كتفصلوا وانا نكون يعني معكم، يعني تبقاو تصيفطوا لي هكا تصاور في الانستغرام ولا شي حاجه، مرحبا غير قولوا لي الوقت اللي بغيتو باش نشوف انا واش يكون مناسبني ولا لا. المهم زعما المهم نقدم معكم الوقت، واكيد بكل فرح اني غادي نبغي نخدم معكم، لان انا بغيت كل وحده فيكم تعرف تفصل، كل وحده فيكم تعرف تخدم الراندا، كل وحده فيكم تعرف دير الرباطه، اي وحده بغات دير شي حاجه ديرها. لان بصح يعني بعد الخطره تنكونوا عندنا الاراده والرغبه ولكن ما كنلقاوش اللي يعاوننا، وانا هنا بغيت باش نعاونكم. واي حاجه بغيتوها انا تحت الامر ديالكم ان شاء الله، وغادي نصايبها لكم. المهم البنات هانتوما انا قلت لكم قولوا لي واش بغيتوا يعني الفصاله نديروها ديال الدراري الصغار العصري مثلا، اولا جليبات نتاع الدراري الصغار، اولا قفيطنات تاع الدراري الصغار. الا كنتو بغيتوهم قولوا لي السن اللي بغيتو،
يعني واش من مثلا عامين، واش 4 سنين، واش 10 سنين، واش 12. المهم شنو بغيتو وانا غادي نتشاركهم معاكم. وإلا بغيتو مثلا نكملوا في الدروس ديال الخياطه، عفوا الا بغيتو مثلا نكملوا في الدروس ديال البلدي قولوها لي باش نكملوا في الدروس ديال البلدي. اولا الا بغيتو نديروا مثلا عصري، ندخلوا عاوتاني شويه للعصري، نديروا كسيوات، نديروا سريولات، نديروا قميجات، نديروا المهم هكايا شي حاجات هكايا قولوها لي وانا غادي نتشاركها معاكم. بغيتو حتى قضيه ديال الماكينه نبقاو نطبقوا فيها، جليلبات مثلا نديروهم بالطراسم، نبعدوا شويه هكايا على الرانده، نديروا السفيفه والطريسنات وديكشي، ونشوفوا الطريقه كيفاش نديروا ونخدموا عاوتاني الماكينه. حتى هي قولوها لي وخليوها لي في التعليقات اسفل الفيديو، وانا اكيد غادي نتشارك معكم اي حاجه بغيتوها. وهاد القناه كيف ما كتعرفوا بانها قناه متنوعه، اكيد انا غادي ندير لكم اي حاجه باش اللي عنده الماكينه يستافد، اللي ما عندوش الماكينه يستافد عاوتاني من الرانده، اللي اي واحد اللي بغى شي حاجه غادي يلقاها ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. المهم البنات كيف ما قلت لكم كانوا هادو هما الرشيمات تركتهم معكم. اللي بغى شي حاجه هكايا باش يوجدها ان شاء الله للعيد، الله يدخل علينا يعني رمضان والعيد، والله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والعافيه وكاع داكشي اللي يعني باغي شي حاجه، الله يوصلها ليه والله الله يوفقه فيها. بهكا البنات تيكون الفيديو سهله. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، واذا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش انكم تضربوا واحد الدويره وتشوفوا يعني المحتوى ديال القناه. والى عجبكم المحتوى بطبيعه الحال ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما تنسوش انكم تخليوا لي تعليقات هكا محفزه باش هكا حتى انا نتحفز ونبقى نحط لكم فيديوهات بزاف. وما تنسوش الى عجبكم الفيديو بطبيعه الحال انكم تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وتشاركوه مع الناس اللي مهتمين بالفصاله والخياطه وبهادشي ديال الرباطي، سواء هكا الرباطي اولا التنبات. تشاركوه معهم باش هما يوصلهم هاد الرشيمات ويستافدوا منهم الا كانوا باغيينهم. هكا البنات كيكون الفيديو سهله. الى الفيديو القادم بسلامه. ما تنساوش تقولوا لي شنو الفيديوهات يعني القادمه، شنو المواضيع اللي بغيتو. هكا كيكون الفيديو سهله. الى الفيديو القادم بسلامه.